مرحبا. اليوم بإذن الله راح أصلح معاكم رز بالحليب، وصفة مرة سهلة وبسيطة وسريعة، والأهم من هذا كله إنها تكون لذيذة. المكونات مرة بسيطة وسهلة. هنا رز نقعته، رز حبة قصيرة نقعته تقريبا نص ساعة، حليب، سكر، حليب بودر، فانيلا، نشا، ماء ورد، وقشطة. القشطة اختيارية. أول شيء راح نبدأ في المكونات. راح آخذ الرز تقريبا كوب كامل، راح أضيفه بالقدر على النار مع كوبين موية. أول ما يبدأ يستوي معي تقريبا، يعني يستوي تماما، مو شيء بسيط، يستوي تماما، راح أضيف باقي المكونات. تعالوا معي أراويكم على النار. هنا بضيف كوبين موية مع كوب الرز اللي نقعته من أول. وأتركه على النار لين ما يستوي. أول ما يغلي عندي راح أقصر النار وأتركه يستوي. راح أقفل عليه. أضفت كوبين حليب سائل مع 4 ملاعق حليب بودر. وليش أضفت حليب البودر؟ لأنه راح يعطيني دسامة للحليب، ضروري يكون الحليب فيه دسامة. خلاص حركته بهذا الشكل وأتركه لين ما يستوي الرز عندي. تقريبا الرز عندي كذا أوكي. حاليا راح أضيف الحليب. ما راح أضيف الكمية كاملة، راح أضيف نص الكمية وأترك الباقي هذا. وراح أضيف له ملعقتين نشا وأتركه على جنب. ضروري نحرك الرز من القاع تحت أساس ما يمسك عندي وينحرق. كل ما شفتوا الحليب بدأ يقل ضيفوا شوي حليب، كل شوي ضيف لين ما خلاص يتكون عندي الخليط اللي احنا نحتاجه. بضيف السكر، وبضيف الفانيلا وموية الورد. موية الورد يا بنات على حسب الكمية اللي انت تحبين تضيفينها. حابتها تكون ثقيلة كثري. أهم شيء ما تزيد عن نص ملعقة. وآخر شيء اللي هو الحليب مع النشا اللي بقى عندي، وبعدها القشطة. خلاص أقلبهم شوي، بعدها أقفل عليهم شوي، أقلبهم، بعدها بضيف القشطة. حاليا بضيف القشطة تقريبا علبة كاملة هذا الشكل. بنات القشطة اختيارية على حسب، في ناس تحب تضيفها لكن أنا أحب تكون الخليط فيه دسامة. أحب تكون كذا رز بالحليب دسمة شوي. الطريقة هذه على الطريقة التركية مرة لذيذة لذيذة لذيذة، ترى يعني جربتها أكثر مرة، معتمدتها في البيت، مرة طعمة. خلاص أقلبهم شوي لما يتجانس الخليط مع القشطة. خلاص جهز عندي هذا الشكل. راح أضيف الصينية هذه، راح أضيف لها موية حارة. أشغل الفرن تقريبا هذه فقط شوي. راح أخذ رز بالحليب وأضيفه بس شايفين القوام يا بنات؟ يكون فيه سائل، ما تكون مرة متماسكة. والموية هذه أساس إذا دخلت الفرن تكون لينة عندي، ما تنشف من الأسفل. خلاص راح أضيف رز بالحليب بهذا الشكل. الصحون جهزت كل الكمية في صحون واحدة بس اللي ما راح أدخلها للفرن. يعني أنتم ممكن تاخذونها بهذا الشكل تدخلونها الثلاجة مباشرة، خلاص بهذه الطريقة تاكلونها، أو ممكن تحمرونها. أنا أحبها محمرة لكن بترك واحدة برا أصلا ما لها مكان هنا يعني، فبدخلهم الفرن
اراويكم اياهم بعد ما يتحمر. الفرن من الاعلى والاسفل من جهتين. كذا انتهت معي ألذ واجمل وصفة. شايفين كيف تحمرت معي؟ راح اتركها شوي في المويه، بعدها راح ادخلها الثلاجة. راح افتح معكم واحدة. شايفين كيف اللذاذة مو طبيعية؟ شايفين كيف؟ وهذه ألذ رز بالحليب. تستاهلون.